ضغط ياسين المكيري على مرتين ما ينجحش في التوزيع. زبير الدراجي هاتين البراتلي يبدلوا البحث كالعاده على يوسف بنقي تمرير لحمزه المثلوثي، يرفع كره حمزه المثلوثي فما علي مشيني بالراس لبلال السعيداني. خالد الهماني داخل منطقه الجزاء وضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي الرياضي البنزرتي، ضربه جزاء للنادي الرياضي البنزرتي يتحصل عليها خالد الهماني. كانت رأسية علي المشيني. التمهيد ولا التدخل كان من الحارس النادي الافريقي فاروق بن مصطفى. سعيد الكردي يعلن ضربة جزاء في توقيت 23 دقيقة لعب من هذه الفترة الأولى، هي اللي عاد التمهيد من علي المشاني. خالد الهماني وجه لوجه مع فاروق بن مصطفى، التدخل واضح وموجود من فاروق بن مصطفى على خالد الهماني. ضربة جزاء للنادي البنزرتي وسيناريو جديد في هذه المباراة، هي اللي عاد. شوف التدخل كان من فاروق بن مصطفى، يعني موجود التدخل من فاروق بن مصطفى. ضربة جزاء للنادي البنزرتي في توقيت 23 دقيقة لعب. سيناريو قلت جديد في هذه المباراة مع ضربة الجزاء. مصعب سيسي رابع ضربة جزاء هذا الموسم للنادي البنزرتي. كيف ستكون الحال؟ 3 ضربات جزاء سابقة فاشلة، هذه الرابعة. التنفيذ لمصعب سيسي، ينطلق مصعب سيسي مع فاروق بن مصطفى. مصعب سيسي ويفتتح النتيجة. هدف الأول مصعب سيسي يفتتح النتيجة للنادي البنزرتي عن طريق ضربة جزاء في توقيت 24 دقيقة لعب. هدف مقابل 0 للنادي البنزرتي. ضربة جزاء ناجحة لمصعب سيسي، إغالة زميله السابق حارس الافريقي فاروق بن مصطفى. سيناريو جديد في هذه المباراة. قلت مباراة الافريقي والنادي البنزرتي دائما تكون مشوقة، دائما الاهداف موجودة، الفرصة موجودة. ممكن الصورة مش واضحة بالكيفية اللازمة، مش أكدوا أن فما تسلل ولا في اللقطة الأخيرة. ترجع الكرة لحمزة المثلوثي، حكم يقول صبر خليفة، يربح مخالفة قريبا من منطقة 18 بالنسبة للنادي الافريقي. كرة ثابتة حصل عليها المهاجم صبر خليفة. أهمية الكرات الثابتة لكل الفريقين. هذا الحوار كان بين هاتين البراتلي وصابر خليفة. موجودة المخالفة ضد صابر خليفة. سعيد الكردي يعني يعطي مخالفة حصل عليها صابر خليفة. فما زهير الذويد وكذلك تيجيني بالعيد ثنائي أمام الكرة. وسيم نوارة في التوصيات للجدار الدفاعي للنادي البنزرتي. تيجيني بالعيد في التنفيذ يبقى وحده. تيجيني بالعيد اخصائي الكرات الثابته في النادي الافريقي. تيجيني بالعيد في التنفيذ المباشر والهدف ممتاز جدا. الهدف ممتاز جدا، الهدف في الكره الثابته. كره ثابته من تيجيني بالعيد في توقيت 4 دقائق لعب. تيجيني بالعيد يغالط وسيم نواره. ممتازه جدا المخالفه والتنفيذ، دقه في التنفيذ من تيجيني بالعيد. يعدل النتيجه 1-1 بين الافريقي والنادي البنزرتي. شوف الروعه والجمال لتنفيذ المخالفه من تيجيني بالعيد، يعني من قال حتى حل الحارس وسيم نواره. 1-1 بين الافريقي والنادي البنزرتي، والهدف رقم 4 لتيجيني بالعيد مع الافريقي. انطلاقه واعده لهذه الفتره او يحييه الاطار الفني للنادي البنزرتي. متوسط الميدان زبير الدراجي خرج متوسط ميدان هجوم ويقحم راس حربه وقبوناره تكون لمساندة ادم الرجيبي في الخط الامامي. هذا ادم الرجيبي ممتازه 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 العمليه الاخيره من ادم الرجيبي والتدخل من حمزه العقربي. يتدخل حمزه العقربي ويتحصل الانذار اللقطه الاخيره، يعني يعتمد على فنيات ادم الرجيبي بين زوز لاعبين كيفاش خرج منهم. والتدخل يعني المسك من حمزه العقربي، انذار جديد. شوف اللقطه ادم الرجيبي بين حمزه العقربي وحسين ناطر. شوف التدخل، شوف كيفاش راوغ زوز لاعبين، لكن المسك موجود من حمزه العقربي. يرتكب المخالفه ضد ادم الرجيبي. فنيات اللاعبين في هذه المباراه، ولو انه ارضيه الميدان عائق لشاهدنا اكثر ابداعات في هذه المباراه من الجانبين، من جانب لاعبي الافريقي وكذلك من جانب لاعبي نادي البنزرتي. هذه كره ثابته. فاروق بن مصطفى يجهز في الحائط البشري للنادي الافريقي. فما يوسف بنقي، فما مصعب سيسي وادم الرجيبي. تقريبا 20 دقيقه لعب في هذه الفتره الثانيه.
ممكن التنفيذ سيكون من نادي مرجيبي. نادي مرجيبي تسديد من نادي ممتاز جدا. الهدف الثاني للنادي البنزرتي. الهدف الثاني للنادي البنزرتي. نادي مرجيبي قلت هو اللي سدد تسديده قويه ياسر تقريبا 25 متر يخالط فاروق ابو المصطفى. نادي مرجيبي يسجل الهدف الثاني تسديده يعني مباغته يعني باغت فيها الحارس فاروق بن مصطفى. هدف الثاني للنادي البنزرتي. تتغير النتيجة من جديد في هذه المباراة في 15 أكتوبر في قمة الإثارة والتشويق من الجولة 12. آدم الرجيبي يصنع الفرجة ويسجل الهدف الثاني يخالط الحارس فاروق مصطفى. الشماريخ موجودة والهدف الثاني حاضر كل قوة. آدم الرجيبي قلت من سينفذ؟ أكيد آدم الرجيبي. التمهيد كان من لاعبين مصعب